ده جوجوما ساحر في الشارع، وفي يوم وهو بيعمل عرضه كالعادة والناس كلها مبسوطة وعمالة تضحك، بتقع عينه على بنت اسمها يوري مهما يعمل ما بتضحكش. فبيقول ايه البت النكدية دي، هي ناقصة نكد؟ بس طبعا الرجالة مغناطيس للنكد، فبيمشي وراها بعد العرض، وطول ما هو ماشي حاسس انه مرعوب. ومن هنا بتجيله فكرة عرض مرعب، فبيحس ان البنت دي وش السعد عليه بصرف النظر عن تكشيرتها دي، بس بيقرر يروح يطلب منها تنضم لفريقه. وبالفعل بيحصل وبيتشهر جوجوما وبيعمل عروضه على المسرح، وبتبقى يوري وش السعد عليه فعلا، اللي بتمثل معاه في العرض دور شبح وبتتقنه اتقان غريب. وبعد العرض بيطلبوا منها تخرج تتعشى معاهم، بس هي بترفض وبتروح جري. فواحد من الفريق بيقول انها انطوائيه جدا ولا مره خرجت معاهم من سنه، وبتروح يوري البيت وبيكون عيد ميلادها، وبتظهر قد ايه هي وحيده ومحدش بيحتفل معاها. وبتكلمها مامتها اللي عايشه بعيد عنها هي واختها، وبتقول لها جبتلك عريس هديه عيد ميلادك، هي دي الهدايا ولا بلاش؟ وبتعيط انها بعيده عنها، بس يوري بتطمنها انها كويسه وان كل الناس هنا بيحبوها، وبتقول لها ده انا اجتماعيه جدا وكل يوم خروجه مع حد شكل. وبعدها بتروح تنام في الخيمه بتاعتها اللي عاملاها في وسط الصاله، وبنعرف ان يوري صديقه الاشباح وبيظهروا لها لما بيكونوا عايزين مساعده وخلاص اتعودت عليهم. تاني يوم بعد ما الفريق بيخلص العرض وبتيجي يوري ماشيه، بيوقفها جوجوما وبيقول لها انها تيجي تاكل معاهم ومفيش اي حجج ولا اعذار. فبتقول له انها لما بتسكر بتبقى دبشه، فبيقول لها نحدف طوب على بعض مش حوار. وبيخرجوا سوا، وبيحكي واحد من الفريق انه حلم بجدته الميته جايه تعلمه الادب عشان ما كانش بيزورها. فالكل بيكون ساكت ما عدا يوري، بتفطس من الضحك وبتقوله ان الميتين بيجوا يزورونا بالليل واي حلم بيكون حقيقه. وبعدها بتروح تقعد جنب جوجوما وبتفضل تهزق فيه بدون سبب كده، وبتفضل تشده من قميصه لحد ما بيتقطع، وبتقول لهم يلا مساءكم لذيذ، وبتمشي ولا كانها عملت حاجه. فبيقول جوجوما اللي بيكون مصدوم لصاحبه هات الجاكيت بتاعك، فبيقول له انا مالي يا اسطى انت خطيبتي. تاني يوم بيوصل جوجوما حبيبته للمطار، وبيفضل طول الطريق يتكلم عن يوري، فبتقول له انت مالك مهتم بيها كده ليه؟ فبيقول لها لا انا زعلان على القميص. في نفس الوقت يوري بتصحى وبتستوعب اللي عملته، فبتتصل بجوجوما وبتعتذر له وبتقول له ما كانش قميص يا عم، اخصم ثمنه من مرتبي. وهي بتتكلم بتحس ان في صوت طالع من البرواز، فبتبص عليه بس ما بيكونش فيه حاجه لكن برواز تاني اللي بيتكسر. وفجاه بتظهر لها عفريته اسمها جوهي، وبيتخض عليها جوجوما لما بيلاقيها ما بتردش وبتصرخ، فبيقرر يروح لها وما بتكونش يوري عارفه تقدم له ايه، والبيت بيكح تراب. فبتلاقي باقي تورته عيد ميلادها اللي بقالها شهرين دي، فبتقدمها له. فبيحس جوجوما انها متاكله قبل كده مرتين، فبياكل منها حته وما بيستحملش طعمها، فبيقوم عشان يمشي بس بيشوف ولد صغير قاعد، فبيقول لها مين الامور ده؟ فبتعرف يوري انه عفريت بس بتقوله ده من الجيران، فبيقول لها عسول خالص وبيكون عايز يلعب معاه. فبتقول له يا عم امشي ما توديناش في داهيه، بس هو بيبقى مصمم وبيستخبى عشان يلعب مع استغمايه لحد ما الطفل بيختفي. على الرغم من اللي حصل الا ان يوري بتكون مبسوطه ان جوجوما اهتم بيها، وبتتصل بصاحبتها مين جينج وبتحكي لها عنه. وبالليل بيشوف جوجوما الطفل عنده في البيت وبيجري يركب على ظهره، فبيخاف جدا وبيفضل يصوت، وبيتصل بيوري اللي بتجيله وبتلاقيه قاعد في كرتونه من الرعب، وبتقوله الحقيقه من الاخر. وبعدها بتدخل البيت وبيلاقي ان كل عربياته مقلوبه، وبعدها يوري بتقوله ان الولد على ظهره وبتطلب منه ما يتحركش، وبتحط ايدها على ايد الولد وبتفهم ان هو باباه اتقلبوا بالعربيه وهو مات، لكن باباه عايش وهو جاي يطلب له المساعده. فبيروحوا لمكان الحادثه وبيطلبوا الاسعاف لباباه، وبعدها بيظهر لهم الولد من بعيد يشكرهم، وبعدها بيختفي. بعدها يوري بتحكي لجوجوما سبب انها صاحبه العفاريت، بتقول له انه هي في ثانوي عملوا حادثه باتوبيس المدرسه، ولما الاسعاف جت كانت هي وجوهي جنب بعض، لكن المسعف اختارها هي وعمل لها CPR، لو كان اختار جوهي كان زمانها عايشه. ومن بعدها وجوهي بتظهر لها هي واي حد قريب منها، فبدا كل الناس يبعدوا عنها حتى مامتها واختها، وبتقوله انها بتقرب لاي حد قريب منها وبتنصحه يخليه بعيد عنها. بس كده وكده يعني هي من جواها كانت معجبه بيه. وتاني يوم بيكون جوجوما ماشي مع صاحبه وبيشوف يوري قاعده مع راجل وشكلها خايفه منه، فبيناديها وبتقوله ان ده عريس امها جايبه لها وهي مش عايزاه، فبيخش يطفشه وبيقول لها طب ما لو عايزه عريس قوليلي. فلسه هتفرح بتلاقيه بيوريها صور صحابه، فبتقوله ان اهم حاجه عندها ان يكون دمه خفيف، وبيجيب لها واحد صاحبه اسمه كيو وبيخرجهم سوا
بيخرج معاهم أعزل في الوسط، وبيفضل كيو يكلمها عن شجاعته وإنه ضرب 11 قبل كده مرة واحدة، وبيلاقي جوجوما يوري قاعدة مبسوطة فبيحس إنه غيران، فبيسخف على كيو وبيقول له هما مش كانوا 2، فبتضحك يوري أكتر وبيقضوا وقته وبتكون مبسوطة. وبعدها بينزل كيو يجيب حاجة من تحت وهو في الأسانسير بيعطل وجوهي بتظهر له، وبتحس يوري بحاجة غريبة فبتنزل بسرعة تشوفه، ولما بتلاقيه بيقول لها تبعد عنه وبيسيبها وبيمشي بتتضايق يوري وبتعيط، وبياخدها جوجوما تلعب كرة السلة عشان تطلع عصبيتها فيها، وبيلعبها هو كمان على الرغم إنه ما بيعرفش، وبتفضل الكرة تخبط فيه وبتضحك يوري عليه. وبعدها بيقعدوا سوا وبتشوف يوري 2 بيحبوا بعض فبتبص عليهم وبتضحك، وبيكون جوه كل واحد مشاعر ناحية التاني لكن محدش بينطق. بعدها بيخرجوا سوا وبيفضلوا يتكلموا والكلام بيبقى حلو والقعدة ماشية فل الفل لحد ما بتسكر يوري، وكالعادة هرمونات النكد بتحضر وبتقطع لجوجوما القميص، بس المرة دي بيكون عامل حسابه وجايب قميص احتياطي، وبيروحها البيت بس ما بترضاش تدخل عشان خايفة فبياخدها على بيته وبيناموا. وبالليل بيصحى جوجوما على مية بتنزل على وشه فبيقول السقف بينقط ولا ايه، بس بتطلع جوهي بتتف عليه فبيتخض، بس بيلاقي يوري حاطة ايدها على عينه وقالت له هتختفي ما تخافش. وبعدها بيقعدوا بره وبتحاول يوري تهديه وتضحكه وبتقول له ازاي يتخلص من خوفه، وبعدها بتحضنه وبيسألها عن طريقة ينام بيها كويس فبتجيب له الخيمة بتاعتها وبيناموا فيها سوا. والصبح بيتفاجئوا بحبيبة جوجوما جت من السفر وبتفضل تتريق على يوري وعلى حياتها وانها لو مكانها كان زمانها انتحرت، وبتقول لها كمان انها مش خايفة ان جوجوما يقع في حبها، هو اصلا بحياتها دي عمره ما هيبص لها. لكن يوري بتحاول تتماسك وتبين انها مبسوطة بالعيشة لوحدها وان مفيش حاجة مضايقاها، وبعدها بتمشي وبتروح تتكلم مع اصحابها تحكي لهم اللي حصل، وبتفضل تتظاهر انها كويسة لحد ما بتعيط في الاخر وبتقول انها مش بخير وانها دايما لوحدها وان مفيش راجل هيتحمل اللي هي فيه ده فعلا. في نفس الوقت جوجوما بيكون قاعد مع حبيبته اللي بتعرف منه انه بيحب يوري فبتقوله بكل هدوء يكمل معاها. بعدها بيتفاجئ جوجوما ان يوري استقالت وجابوا مكانها بنت تانية لكنه ما بيكونش متقبل الموضوع وبيضايق جدا. بعدها يوري بتلاقي الباب بيخبط وبتلاقي اصحابها قرروا انهم يجوا يقعدوا معاها بعد 10 سنين ما تقابلوش وبيشوا لحمة مع بعض. في نفس الوقت بيكون جوجوما قاعد في نفس مكان يوري وبيفكر فيها وبيقرر انه يتصل بيها، واول ما بترد بيقول لها انه عايز يشوفها، فصاحبتها بتاخد منها التليفون وبتقول له هجيلك حالا يا بيبي، وبتروح عند المسرح وفجأة جوهي بتظهر لها وبتفضل يوري تبعد عنها لحد ما بتقع على المسرح، وساعتها ايادي كتير بتتلف حوالين يوري والجمهور بيخاف وبيجي جوجوما بيخلصها منها بنفس الطريقة اللي يوري علمتها له، وبينبسط الجمهور جدا. وبعدها بيقرروا يرتبطوا بس يوري بتطلب منه ما يجيش يلومها على اي حاجة هتحصل بعد كده وانه لو عايز يمشي في اي وقت يمشي. بعدها بيقول لها طب ايه بقى فين الحاجات اللي المرتبطين بيعملوها، فبتقول له تصدق ده انا في حاجة نفسي اعملها من زمان، فبيقول لها ايوه كده دلعني، فبتاخده عند مكتب باباها القديم وبتقول له انها نفسها تنزله من زمان لكن بتبقى خايفة عشان بتسمع منه اصوات غريبة على طول، فبيقول لها ونعم اديت بصراحة، وبينزلوا سوا وبيلاقوا فونوجراف فبيشغلوه وبيرقصوا وبيكونوا مندمجين لحد ما النور بيقطع وبيدخل عليهم خفافيش كتير فبيحضنها عشان يحميها منهم. وتاني يوم بيمشي جوجوما من عندها وفي طريقه للمسرح عربية نقل بتدخل في عربيته، ولما بيخرج من عربيته بالعافية بيلاقي العربية النقل اللي خبطت فيه ما فيهاش سواق اصلا، ولسه بيستوعب بيلاقي يافطة اعلانات كبيرة وقعت عليه بس بيقول عادي يا معلم ما حصلش حاجة، لسه ما جاش اللي في يوم يعكر لي مزاجي، وبيروح المسرح. في نفس الوقت بتلاقي يوري سلسلة جو هي صاحبتها فبتعرف كل اللي حصل ده بيحصل ليه وبتجري بسرعة على جوجوما بس بيكون بدأ العرض فبتروح تقعد في الصف الأول، ولما الشبح اللي في العرض بيطلع وجوجوما بيقول له مين اللي قتلك بيشاور على يوري بدل الممثلة وبيكون الشبح أصلا هي جو هي، وبتروح تاخد يوري وتدخل بيها جوه الدولاب، ولما جوجوما بيفتحه بيلاقي يوري محبوسة في صندوق مليان مية وهتغرق، ولما بيحاول يكسره ويطلعها جو هي بتعلقه في السقف وبتسيبه ينزل بعدها بس مغمى عليه والدولاب بيتقفل وبتكون يوري لسه جوه الصندوق، فبتطلع لجو هي السلسلة وبتعتذر لها وبنعرف ان السلسلة دي جدة جو هي ادتها لها وقالت لها ما تقلعهاش ابدا لانها بتحرسها، لكن يوم الرحلة يوري طلبت منها تجربها وحصلت الحادثة
الحادثة، وشبح جوهي معتقد إن يوري عاشت عشان هي اللي كانت لابسة السلسلة، لأن المنقذ أنقذها عشان السلسلة كانت بتلمع وافتكر إنها عايشة بسببها. وبتلبس يوري السلسلة لشبح جوهي، وساعتها بتبعد عنها وبتطلعها من الصندوق وبتكون عايشة، بس جوجوما لسه مغمى عليه وبينقلوهم المستشفى. ولما بتفوق يوري بتروح بسرعة تطمن على جوجوما، وصاحبه بيجي يقول لها إنه ما عندوش مشكلة جسدية بس لسه في غيبوبة، وبيطلب منها تبعد عنه وكفاية اللي حصل. فبتسمع الكلام وبتقرر تسافر لمامتها. وبيفوق جوجوما وبيسأل عن يوري، فصاحبه بيقول له إنها مسافرة، فبيروح على المطار بسرعة وبيلاقيها وبيقول لها إزاي تسافري كده فجأة، فبتقول له إنهم لازم يسيبوا بعض. فبيقول لها يا بنتي هو إحنا لحقنا؟ وبتكون الطيارة خلاص هتطلع. فبتقوم عشان تمشي وبتقول له تاخد حضن مطارات، فبيقول لها فاكس، وبيفضل يترجاها ما تسيبهوش، وبيقول لها إنه بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها. وبيعيطوا هما الاتنين، بس يوري بتجمد قلبها وبتروح تركب الطيارة وبتمسح صورهم سوا وبتطلع الطيارة. بس جوهي بيكون ليها رأي تاني في القصة دي، وبتظهر في الطيارة وبتبوظها عشان الطيارة ترجع. ويوري ترجع لجوجوما اللي أول ما بيعرف إن الطيارة رجعت بيروح جري على المطار، وبيروح ليوري ويقول لها عارف إنك ما كنتيش تقدري تعيشي من غيري. فبتقوله إنها عارفة إنه بيحبها وهي كمان بتحبه، بس ما فيش حاجة بتتغير. وبيبصوا على جوهي اللي بتكون واقفة بص عليهم، فبيقول لها إن الحب عمره ما كان سهل. وبيخلص الفيلم.